مبدئيا كده انا لابسه نضاره من وانا صغيره عشان نظري ضعيف ومش بشوف حاجه من غيرها. ومن اغبى المواقف اللي حصلت لي بسبب النضاره ان امبارح اخويا الغبي وهو معدي راح ضربني على قفايا، فالنضاره وقعت والازاز بتاعها اتكسر. فرحت لمحل نضارات عندنا في الشارع اعمل نضاره جديده، فبقول للراجل اجي اخد النضاره امتى يا عم مصطفى؟ قال لي بكره على العصر كده اكون خلصتها، ابقي عدي خديها. فقلت له تمام، وبدات امشي على مهلي عشان انا اصلا مش شايفه حاجه وعلى الله حكايتي. لما تشوف اسم سيدنا محمد لازم تعمل اعجاب وتصلي عليه في التعليقات. ولسه يدوب خارجه من المحل اتكعبلت وكنت هقع على وشي وكان شكلي يفطس من الضحك. فالراجل صاحب المحل طلع يجري عليا عشان يسندني وتقريبا صعبت عليه وقال لي لا انتي ادخلي استنيني نص ساعه اكون خلصتلك النضاره، لحسن لو سبتك لحد بكره احتمال ما تعرفيش تيجي تاخديها. وبصراحه الراجل معاه حق، ده انا اصلا مش عارفه كنت هرجع بيتنا ازاي. منه لله بقى اخويا الغبي، بفكر اكهرب له قفايا بعد كده يا جماعه والله.